انت متخيل لما شخص يكون بيحب شخص ويقتله؟ انت عارف يعني ايه يوصل الموضوع ان احنا يحصل ما بيننا خلاف وانا انهي حياتك؟ هل ده يسمى حب؟ وده عين التعلق اللي دايما بقول عليه في اغلبية فيديوهاتي اللي بقدمها. بتكلم دايما يا جماعة ما تعلقوش ببعض، يا جماعة بلاش. حب الشخص لكن ما تتعلقش بيه، ما تشوفش ان الحياة من غيره ولا حاجة، لان لا قدر الله لما بيحصل خلاف القيامة بتقوم وما بتقعدش، لأن ده مش حب حقيقي، ده اسمه تعلق اللي ينهي حياة بني آدم تحت مسمى الحب. ده مش حب. الحب عمره ما يخليك تعمل حاجة زي كده. اللي بيحبوا بعض بجد لما بينفصلوا كل واحد بيشوف حياته، وربنا بيقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ربنا هيكرمك وهيكرمها، هيغنيك وهيغنيها. لكن المتعلقين ببعض لما العلاقة بتنتهي ما بينهم بتنتهي بقلة أدب وشتايم وأخلاق زي الزفت. ولو هم عقلهم رايح منهم شوية حد فيهم هيموت التاني. التعلق يعمل أكتر من كده. احنا بنظن ان ده حب، لكن ده عذاب. الحب عمره ما كان عذاب وجحيم وان احنا نموت بعض في الاخر. هم خلاص لغوا الطلاق، يعني لغوا الطلاق عشان تروح تقتل البني ادم اللي معاك. احذر في علاقاتك ان قلبك يتعلق بالشخص اللي معاك ويصبح الشخص ده مصدر عذابك، فيوم ما يقرر ان هو ينهي العلاقة تروح تقتله، ساعتها خراب حياتك كلها. فخلي بالك اثناء علاقاتك من التعلق، خاف على قلبك. احذر ان قلبك يتعلق بالشخص اللي معاك وتشوفه هو الانسان الكامل، ان اللي الحياة من غيره يعني ما يبقاش لها طعم، لان التعلق خراب بيوت.